يا صباح الخير يا كوكيز. عجبانه انا كوكيز بتاعت نادية السيد. طبعا هي رقيقه قوي وعسوله قوي. كمان رقيقه وعسوله يا ولاد. اول حاجه انا فطرت، عملت بيضتين عيون وخيار وطبعا شاي بلبن. ده بتاع الناس الطيبين. ده اساسي، لازم الصبح شاي بلبن. هنا بقى العيش ده انا عملته، بعمله كده بزبده وتوم، بحطه في الميكرويف، بيبقى طعمه حلو قوي لما اكون يعني بقى عايزه اروق على نفسي شويه. طيب اخدنا المصروف بقى، نعمل ايه؟ نشوف احنا هنجيب ايه. طبعا احنا بنجيب ايه في بيتنا؟ بنجيب لحوم، بنجيب جبن، لبن، بيض، بقوليات، بنجيب فاكهة، خضار، الكلام ده، منظفات. طبعا بيبقى عارفين احنا هنجيب ايه. طيب بنكتب بقى الحاجات اللي احنا عايزينها كلها. بتشوف انت بتجيبي قد ايه، فرختين 3 في الشهر، كيلو لحمة، طبق صدق، طبق كبدة. بتشوفي طبعا المنظفات عندك مثلا حاجات من الشهر اللي فات، لا انا هعوز حاجات الشهر ده، بتكتبي كل حاجة انت عايزاها. طب لو انت من الناس اللي هي بتحب تنزل تجيب حاجتها كلها مرة واحدة، اوكي. طبعا كل واحد بيعمل اللي هو على حسب ما بيقدر يعني. لو انت مثلا بتحبي تجيبيهم كلهم مرة واحدة ماشي. لو زي بقى كده، بجيب بقى كل ما انزل بجيب حاجة بقى انا عارفة انا هجيب ايه. يعني انا قبل ما انزل مثلا هجيب فرخة النهاردة، بكرة هجيب فرخة تانية كده، لان انا مثلا من الناس مش هقدر ان انا اقف انضف مثلا 3 فرخات. لا ده انا هقعد لي فيهم ساعتين. طب انا في ورايا برضو ترويق، غسيل، طبيخ، الكلام ده. فاحنا بننظم وبعد كده ايه، بننزل نشوف احنا هنجيب ايه. كل ما انزل مثلا جبت المنظفات، جبت اللحمة، جبت الخضار. طبعا الخضار بتجيبه بالاسبوع او كل 3 ايام على حسب. هنا بقى انا بوريكم، انا جبت خيار وطماطم. طبعا احنا كلنا عارفين الطماطم غالية اليومين دول. وجبت كبدة فراخ انا هعملها معاكم دلوقتي، وجبت نص مفروم، وجبت فرخة وانا هوريكم ازاي ايه انا بقطعها يعني، وهعملها معاكم دلوقتي. وجبت برضو كل ما انزل اجيب بقى بيكنج باودر، فانيليا، خميرة دايما. بحط الحاجات دي يعني، دايما بننساها، ملح. فبقيت كل ما انزل اجيب الحاجات دي، عامله لها مثلا زي منظم كده، بحط فيها ايه الحاجات دي، ابقى عارفه مثلا عندي ايه وما عنديش ايه، الكلام ده. حاجات مثلا ساعات وانا بشتري بيبقى باقي مثلا 3 جنيه، اقول له هات لي بيكنج باودر كده. هنا بقى انا جبت الفرخه. اول حاجة بغسلها بقى الاول وابتدي بقى ايه اقطعها. بشطفها بقى الاول كده شطفة. هوريكم انا بقطعها ازاي. بس طبعا التقطيع والحاجات دي ما ينفعش مع غير مع الفراخ الكبيرة. فانا بجيب الفرخة من اول 2.5، ما بجيبش الفراخ الصغيرة. لان الفرخة الصغيرة انت هتقطعي فيها ايه؟ ما فيهاش حاجة تتقطع، بتبقى صغيرة. انما الفرخة الكبيرة بتديكي فرصة ان انت تعملي منها كذا اكلة. بنقطع بقى الوراك من تحت، اللي هو نص الفرخة من تحت. نعتبر كده بنقطعه 4 تقطيعات. والصدر برضو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، هقطعه نصين. وطبعا بقى النسار اللي تحت دي كده ما حدش بياكلها، فانا بقى ايه بقطعها. بنعملها مثلا شاورما. تعمليها تفرميها وتعمليها حواوشي. ممكن تعملي فراخ مكرونة بشاميل وبتعمليها بالفراخ كده، يعني ليها كذا حاجة. هنا خلاص بعد انا ما خلصت الفراخ بقى بشطفها الاول. يعني بشطفها كلها الاول. اللي عارفين اللي هي المادة اللي هي الزلالية دي، هي دي اللي بتعمل الزفارة في الفراخ. فتحاولي ان انت تنضفيها كويس بقى خالص بالشكل ده كده. كل شوية بالصابون. وبعدين بقى نعمل اللي هو محلول النقع، بيبقى عبارة عن ملح وسكر ودقيق وليمون. بالشكل ده كده، ده اللي هو بقى اخر حاجة. بنقع بقى فيها الفرخة، لا يمكن تلاقي فيها اي زفارة خالص. نحطها بقى بالشكل ده ونسيبها بقى شوية على ما اعمل بقى كل شوية اغسل ايدي. بصراحة ما قالوا في ناس، يعني سمعت يقولك ايه، لا الفراخ ما تتغسلش. طب اكلها بريشها يعني؟ ما اعرفش، ما اكلتش فرخة مش مغسولة ابدا. هنا بقى الكبدة برضو نفس الموضوع، بنضفها الاول، بيبقى فيها زي حتت سودا كده، بنضفها واقطعها. ونفس برضو ما نقعت الفراخ برضو ايه، بنعمل لها محلول النقع ونسيبها لغايه بقى ايه ما نشيل الفرخه دي بقى في الفريزر. هوريكم بقى ايه. زي ما انتوا شايفين كده بقى بقسمها، اللي هي الفرخه دي بقى بنعملها شوربه، بنعملها مشويه،
واللي هي الكراكيب دي ممكن تعملها مثلا بصينية بطاطس، واللي هي هناك دي بقى نعملها شاورما، اللي هي في الاخر دي اللي هي الصدر، اللي هي الحتت بتاعه الصدر اللي انا اقطعها حتت دي. بنعملها زي ما قلت لكم كده. وهنا بقى ايه، حطيتها في منظم وحطيتها في الفريزر. هنا بقى هنعمل الكبده. اول حاجه هنزل بالبصل، الطريقه دي حلوه ان شاء الله تعجبكم. هنزل الاول بالبصل واسيبه بقى كده ايه حبه، يعني شويه حلوين كده، تقليبتين محترمين. بعدين احط فص توم، فصين توم مع الفلفل. واول ما تطلع ريحه التوم هنزل بالطماطم. يعني حطيت التوم والفلفل وبسيبه برضو شويه، يعني اقلبه برضو شويه، اسيبه كده على النار يتشوح. وبعدين احط الطماطم واسيبها بقى ايه لغايه لما تتسبك بالشكل ده كده. اكون انا قطعت الكبده وانزل بقى عليها بالكبده، واحط لها بقى فلفل اسود، بهارات، جنزبيل، قرفه، بص اللي عندك حطيه. هي دايما اي حاجه للفراخ بتحب البهارات، لكن اللحمه بنقلل البهارات شويه. هنا بقى بعد ما حطيت بقى الملح وكده والفلفل الاسود، بقلبها تقلبتين، وبعدين بزودها حبة مية صغيرين واسيبها بقى تستوي براحتها. هنا ايه زودت المية، وبسيبها بقى لغاية لما تستوي، تبقى في الاخر بالشكل ده. وفي ناس اخدت منها سندوتش. الف هنا، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.